يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. جولات النهارده بصراحه انا هاخدكم تقعدوا معايا شويه هنا. ده كده يا جماعه مكاني المفضل اللي بحب اقعد فيه. ده كده انا على كورنيش النيل الدقي، يعني كده ورايا حي الدقي، ويميني كوبري الجامعه، شمالي كوبري الجلاء، وورايا على طول متحف محمود خليل. ده كده شارع النيل. طبعا شارع النيل لو انا رجعت لورا خالص هيبقى شارع البحر الاعظم. يبقى انت كده انا حددت لكم مكاني فين بالظبط. اللي يحب يجي يقعد هنا ويشوف الفيو الجميل اللي هنشوفه مع بعض كمان شويه. تعالوا كده نطلع نقعد على السور نفسه بتاع الكورنيش ونتفرج عليه مع بعض. يلا بينا بقى، تعالوا اقعدوا جنبي ونتفرج على المنظر من هنا. زي ما قلت لكم انا مش بحب المنظر هنا من فراغ، او القعده هنا من فراغ. انت بتبقى قاعد شايف النيل، شايف طبعا اللي قدام دي منطقه جاردن سيتي وسط البلد. الفنادق كده من على الشمال ده طبعا فندق الجزيره، اسف دلوقتي السوفيتيل. جنبه لازق فيه على طول اللي هو الظاهر جنبه ده فندق سميراميس او الانتر كونتيننتال. وفي بقى اللي هو العريض قوي ده المنور كتير، ده الفور سيزون. والمدور اللي قدامنا ده على طول ده الجراند حياه. دي كده مجموعه الفنادق اللي قدامنا، وشايفين بقى المركب اللي في نص النيل المنوره الجميله دي. وبعدين نلف يميننا، طبعا احنا جنبنا نادي اليخت. كل دي يخوت ومراكب، حاجه رائعه. انت بتبقى قاعد هنا منظر جميل. حتى جنبي كده هنا يميني ناس بتصطاد، وشمالي ناس بتصطاد، وفي ظهري دي ساحه كده. ما اعرفش، اكيد هي مش مخصصه للحاجات دي، بس هي بقت مخصصه مؤخرا للي بيلعب باتيناج او بالسكيت بورد والحاجات دي. هتلاقيهم كلهم قاعدين في ظهري بيلعبوا بالسكيت بورد وبالباتيناج. القعده هنا جميله جدا، هاديه جدا. الفيو هنا رائع جدا جدا، فعشان كده انا بحب اجي اقعد هنا. انا اصلا منطقه وسط البلد هي عشقي بصراحه. اي حاجه قريبه من وسط البلد انا بحبها جدا. ادي بقى الحته اللي في ظهري زي ما قلت لكم هنا. بيلعبوا بالباتيناج، هتلاقي اطفال كتير واولاد كتير بيلعبوا بالباتيناج. حتى انا اولادي تلاقيهم بيلعبوا برضه في ظهري بالباتيناج. يعني هي فرصه. انا حبيت المكان ده مؤخرا بسبب اللي هو يعني ايه بيجمع كل حاجه. انا بقعد هنا وبستمتع بالمنظر براحتي، واولادي مش دوشني وبيلعبوا ورايا بالباتيناج بتاعهم يعني مع نفسهم. تعالوا بقى نكمل منظرنا الجميل. انا مش هتحرك عن هنا. انا يعني انا ممكن انزل الجوله دي وما انزلهاش على حسب، لان طبعا التصوير بالليل بالكاميرا انا عارف بيبقى مش احسن حاجه. بس بصراحه يا جماعه المنظر جميل. ويعني بلدنا دي انا بحبها قوي بصراحه، بحب كل حاجه فيها. بحب شوارعها، حواريها، نيلها، كل حاجه فيها بحبها جدا جدا. القعده دي بتخليني في مود تاني خالص. انا ببقى قاعد هنا بنسى كل حاجه بصراحه، بنسى ضغط الحياه، ضغط الشغل، ضغط اي شيء. بجد كل الطاقه السلبيه عندي بتروح وانا قاعد شايف المنظر الجميل اللي قدامي ده. طبعا اللي قدامي زي ما قلت لكم دي منطقه جاردن سيتي ومنطقه وسط البلد. تعالوا بقى نكمل في قعدتنا بعد ما غيرنا الكاميرا. طبعا انا كده دلوقتي بصور بكاميرا التليفون عشان فيها زوم. الكاميرا اللي انا اشتريتها او الكاميرا اللي معايا ما فيهاش زوم، اللي انا كنت بصور بيها قبل كده. اتفاجئت ان الكاميرا ما بتزومش، مش عارف ازاي. عموما خلينا نكمل في جولتنا الجميله او قعدتنا الجميله. هي مش جوله، هي قاعده على كورنيش النيل، عشان تعرفوا النيل بتاعنا جميل قد ايه. الفيو هنا يا جماعه هادي رائع، تحفه. بتكشف بيه معالم كتير جدا جدا زي اللي قدامنا دلوقتي. في النافوره هي هتشتغل دلوقتي، يعني في نافوره في نص النيل جنب المركب. في مركب اهي في نص النيل، جنبها على اليمين في بتاع مدور كده اللي كان عمرو دياب عامل اعلان كده ليه، مش عارف بتاع فودافون ولا كان ايه، كان جوه النافوره دي وبيغني اغنيته، نسيت حتى الاغنيه بتاعت الاعلان والله. الفيو زي ما قلت لكم هنا رائع جدا. انا ببقى قاعد هنا مستمتع، انا بقعد هنا بفصل، انا بقعد هنا كل الطاقه السلبيه اللي عندي بجد بفضيها هنا، وبمشي كده بطاقه جديده. انا من محبين القاهره، محبين النيل، محبين شوارع القاهره او شوارع مصر عامه. يعني فعلا بحبها جدا جدا. بحب القعده هنا قوي قوي. ليا اكتر من قعده، بس دي مؤخرا انا بحبها وقلت لكم ليه السبب. يعني بتجمع ما بين انا بحب القعده هنا زائد ولادي بيلعبوا ورايا، فيعني برضه بيبقوا مبسوطين بان احنا نيجي هنا يعني. دي كده فنادق، دي كده منطقه احنا قلنا دي جاردن سيتي وسط البلد والزمالك. احنا بنشوف هنا مناطق كتير جدا. طبعا في ورايا الدقي، وهتلاقي لو مشيت قدام شويه العجوزه والمهندسين. كل المناطق دي لازقه ببعضها وكلها قريبه من بعضها. يميني كوبري الجامعه، شمالي كوبري الجلاء. ده كده نزوم كده واوريكم. طبعا ده فندق جراند حياه وفندق الفور سيزون اللي ظاهرين في التزويم.
وده المركب النيل الجميل اللي ماشي في قلب النيل. منظر جميل، بس لو كان في كاميرا حلوه كنا هنشوف شكل احسن بكتير. بس مفيش مشكله، برضو انتوا حاسين بالجمال يعني، مش شايفينه كويس قوي بس حاسين بيه. طبعا فندقين عاملين منظر رائع، منظر تحفه بجد. يعني مش عارف اسكت وتتفرجوا على الصوره يبقى افضل ولا اتكلم مع الصوره. والله انا بحتار كتير جدا، يعني انا شايف السكوت بيبقى افضل. فانا هسكت شويه ووعد هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني وداخلين كده دلوقتي على فقرة النافورة. النافورة اشتغلت وهنتفرج عليها لما بتشتغل بيبقى شكلها عامل ازاي. اقول لكم عذرا تاني لجودة التصوير وجودة الكاميرا، يعني هي الكاميرا مش مخصصة للتصوير بالليل، فعشان كده يعني بيبقى الصورة مبكسلة، او يعني هي دي كده امكانياتها. دي كده النافورة اللي موجودة في قلب النيل، في احلى حتة في كيانيل. ادي نافورة بتعمل الوان جميله وبتطلع لارتفاعات على فكره عاليه جدا جدا، يعني ما شاء الله. هقول لكم المكان تاني سريعا. انا كده على كورنيش نيل الدقي، في ظهر على طول متحف محمود خليل، يميني كوبري الجامعه، شمالي كوبري الجلاء. المكان سهل جدا، مكان جميل، مكان هادي. احلى ما فيه القعده والفيو الرائع اللي انت بتشوفه وانت قاعد. دي كده النافوره، ودي كده مجموعه الفنادق الكتير اللي بتبقى محيطه بالمكان.
وطبعا شمالنا جزيره الزمالك الجميله. يعني بصراحه القعده هنا متتعوضش. بجد انا اصلا ما كنتش عامل حسابي خالص اصلا ان اعمل جوله، وبرضه الله اعلم انا هنزل الجوله دي ولا لا. بس يعني انا حبيت اشارككم كده في حاجه انا بحبها او مكان بحب اجي اقعد فيه. يعني قلنا نشوفه مع بعض، على وعسى ممكن يعجب حد فيكم ولا حاجه ويجي يقعد في المكان الجميل ده ويتفرج على الفيو الرائع اللي بتشوفه وانت قاعد هنا. وبعد بقى فقره النافوره تعالوا بقى نصطاد اي مركب معدي نتفرج عليه. اقول لكم تاني، هي الجوله مش جوله، هي قاعده عاديه جدا جدا، او انا قاعده قاعدها. المفروض انا اقعد ما اعملش اي حاجه اصلا. انا بحب اجي اقعد في المكان ده ما اعملش اي شيء، لا اصور ولا اتكلم ولا اي حاجه. انا بحب اجي اقعد هنا واسكت واتفرج، او ممكن احط كده السماعات في ودني واسمع اي حاجه انا بحبها. بس قلت كده في مره كده، قلت وانا قاعد ابقى اصور لكم كده فيديو او اصور لكم انا ببقى شايف ايه بعيني وانا قاعد في المكان ده. اتمنى يا رب تكون يعني القعده هنا عجبتكم وانتوا قاعدين معايا. انا حاسس ان خدتكم النهارده قعدتوا معايا شويه. ده كده النيل بتاعنا الجميل، نيلنا ربنا يحفظه لنا. القعده هنا رائعه. المركب اللي تحتها الجميل قوي ده بانواره التحفه، جنبي نادي اليخت باليخوت الكتيره اللي تبقى مركونه جنبه. هنا في نوادي كتير على فكره، وقاعات افراح وسفارات وقنصليات كتير جدا جدا في ظهري. طبعا انا حي الدقي اصلا مشهور بالحاجات دي. حي الدقي، العجوزه، المهندسين، كلها 3 احياء لازقين في بعض. طبعا الناحيه التانيه زي ما قلنا ده حي جاردن سيتي، ده نادي اليخت زي ما قلنا. ده كوبري الجامعه، طبعا بعديه كوبري عباس. مصر فيها كباري كتير قوي. المهم تعال نختم حلقتنا. ودي كانت قعدتنا النهارده، مش هنقول جولتنا، دي كانت النهارده قعدتنا النهارده على نهر النيل او على كورنيش النيل بالدقي. اتمنى يا رب تكون القعده النهارده عجبتكم، واتمنى لو القعده عجبتكم تدوسوا لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني في قعدات تانية كتير. وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.